قولي لي للجماعه اللي بيحللوا عندكم بلاش يسرحوا في الناس، حرام عيب تسرحوا في الناس. قولي لي للجماعه اللي بيحللوا عندكم بلاش يسرحوا في الناس، حرام عيب تسرحوا في الناس. اللي خربوا اوسلو اليمين الفلسطيني واليمين الاسرائيلي متفقين مع بعض، بالدعم من الجزيره، بالدعم من الجزيره، بالدعم من الجزيره. انا بحكي واضح وصريح ومستعد للحوار، وجيبي لي احمد منصور حتى احاور على اوسلو لانه اكبر اعداء اوسلو، وجيبي لي احمد منصور حتى احاور على اوسلو لانه اكبر اعداء اوسلو. حطيه قدامي على التلفزيون ومباشر وخليه يحاورني على اوسلو واثبت لاوسلو قمه لفلسطين، ولكن حرقتوها، حرقها اليمين الفلسطيني واليمين الاسرائيلي في خندق واحد. الصواريخ اللي بتطلع العبثيه هاي خربت بيتنا، ما قتلت ولا يهودي، والرشقات بتطلع واسرائيل تركاها، لانه مش معقول انه بتطلع ومحتلين غزه ودابحينها والصاروخ بيطلع. هذا هبل اسمه، هذا هبل اسمه، هذا هبل اسمه. وانتم بتعملوا لها دعايه ضخمه كانها صواريخ ذريه، وانتم بتعملوا لها دعايه ضخمه كانها صواريخ ذريه. هذا احنا لنا علاقه في محكمه ICC وانا بتصل فيهم، قالوا لنا انتم ما لكم حق في ادانه اسرائيل. ما هم ليش؟ قالوا لانه 20,000 صاروخ طلع من غزه على اسرائيل، وانتم بتقولوا في الجزيره وقصفنا تل ابيب الكبرى. مش يا ريت بتقولوا تل ابيب والكبرى واشكلون وعشدود انتم بتعدوا مدن، بس اسرائيل قصفت غزه ذبحتها. عمر ما قصفت غزه، بتقول بقصف كتائب الارهابيين. اهم شيء عند القائد عند الحكم انه يحافظ على الشعب. بيهمنيش شو عمل، بتهمني النتيجه. شو نتيجه الوضع الفلسطيني الان على غزه؟ بدي واحد يقول لي شو وضعنا وليش؟ الواحد مولع. احنا بنشوف الاطفال بيطلعوهم من تحت الردر، بتمزع قلوبنا عليها. عشان شو؟ حررنا متر، هي بعد ما تخلص والله يعلم يطلعوا الدبابات من غزه ولم يطلعوا. اصلا اسرائيل حتضلها تقاتل حماس شهر وشهرين وثلاثه. وقديش بتعرف كم جندي بموت في اليوم؟ قولي لي للجماعه اللي بيحللوا عندكم بلاش يسرحوا في الناس، حرام عيب تسرحوا في الناس. الجنرال محمد العامري اللي قائد الجيش السابق، ايوه 26 مليار ثروته، 25 فندق. لحظه استنى بس لحظه انت تقول في كلام على الهواء هات لي ورقه، هات لي دليل واحد من اي مكان ان شاء الله واحد. بس خليه يكمل وخذ وقتك. لا تحتاج كمل لي هالنقطه يا سيدي. محمد العامري قائد الجيش التونسي الجزائري السابق، الاذاعه الفرنسيه ذكرت ثروته 26 مليار و25 فندق وسلسله طويله من حانات الخمور. هذه ورثها عن المرحوم ابوه. هذه كانت عمولات صفقات السلاح في الجيش الجزائري. والاخ بده يرجعنا العسكر، بده يرجعنا العسكر الفاسدين، رجعنا العسكر الفاسدين، رجعنا العسكر الفاسدين. طيب باختصار بس جمله واحده، اذا رجعوا العسكر انا بطالب في شيء: ان يصرف لكل مواطن حذاء يحمله على راسه، ان يصرف لكل مواطن حذاء يحمله على راسه. والرشقات بتطلع واسرائيل تركاها، لانه مش معقول انه بتطلع ومحتلين غزه ودابحينها والصاروخ بيطلع. هذا هبل اسمه، هذا هبل اسمه، هذا هبل اسمه. حلل يا دواري.